لو الشركة عندك معتمدة على الفهلوة ده عامل من 3 عوامل مهمة جدا. الشركة بتروح لناحية الفهلوة أكتر ما هي بتروح لناحية السيستم وناحية التطور وناحية النظام. فالشركات المعتمدة على الاجتهادات الشخصية مش النظام والسيستم شركة تعتبر مبنية على الفهلوة. الشركات اللي معتمدة على تجاوز التفاصيل وتجاوز الاوبريشن شركة معتمدة على الفهلوة، فبالتالي النجاح غير قابل للتكرار بسهولة. شركة معتمدة على الفهلوة هي شركة في الآخر قصيرة الأمد. لو الشركة عندك معتمدة على الفهلوة بنسبة كبيرة محتاج تاخد وقتك إنك تبني السيستم اللي أنت عايز تبنيه، هيفرق كتير في المجهود المبذول يومي في الشركة. ده ببساطة اللي أنت محتاج تبنيه سيستم يدير الشركه ويخرجك بره الشركه، سواء انت كنت بتعرف تدير كويس، سواء انت كنت بتعرف تكنيشن كويس، سواء انت كنت مهتم بالجروث كويس. فبالتالي كل لما خرجت بره الشركه والسيستم والشركه اتحركت بشكل كويس لفترات اطول لفترات كبيره، كل ما البيزنس ده بقى انجح.